بعد ما أمير راح المستشفى علشان يزور عم إبراهيم وشاف كمال وهبة كانوا قاعدين بيتكلموا، فجأة قال لها: الله الله، وده بقى اسمه إيه بقى ده إن شاء الله يا ست هبة؟ أنتِ قاعدة هنا مع البيه عمالين تقولوا لبعض كلام رومانسي وحب ومش عارف إيه، وأبوكي مرمي جوه. طب اعملي حساب إنك لسه مخطوبة لواحد، ولا أنتِ خلاص بقيتي ماشية على حل شعرك مع البيه ده، ولا في إيه بالظبط؟ اخرس قطع لسانك، أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا قاعدين هنا مش بنتكلم في حاجة من اللي أنت بتقولها ده، أنت مجنون ولا إيه؟ أنت أصلًا إيه اللي جابك هنا؟ اللي جابني؟ أنا جيت عشان أعمل الواجب مع الراجل اللي أنا باعتبره زي أبويا، واللي أنا لسه باقي على نسبه، لكن للأسف أنا ما كنتش أعرف إنِّك كده، وإنِّك هتبقي على حل شعرِك كده. هو أنت إزاي بتقول عليها كده أصلًا؟ ما تحترم نفسك بدل ما أمسح بيك بلاط المستشفى دلوقتي. أيوه، أيوه، ما أنت ليك حق، دافع عن الست هانم، أمال مين غيرك اللي هيدافع عنها؟ أنا أصلا ما يشرفنيش إن أرتبط بواحدة زي دي، وها عندك إيه؟ اشبع بيها. هبة ساعتها اتكلمت بمنتهى العصبية: يا حيوان أنت اللي ما يشرفكش؟ ده أنا اللي رميت لك شبكتك يا معفن، وقلت لك إني مش عايزة أشوف وشك مرة تانية. أنت بقى اللي جاي بتقولي كده؟ أخي منك لله. ما أنت عملتي كده عشان خاطر البيه اللي أنتِ قاعدة معاه ده، ما أنتِ أكيد بقى كان عينِك منّه، عشان كده قُلتِ تسبّقي وترمي لي الدبلة. أمّا أنا كنت مُغفّل بصحيح والله. لاه! ده أنت زوّدتها أوي، وعايز تتربّى من أول وجديد. طَب تعالَ بقى. وساعتها نزل فيه كمال ضرب، لحد لمّا الممرضة طلبت لهم الأمن، وطلعوا سلّكوهم من بعض، وفي بيت سماح. مختار قال: وبعدين معاكِ، هو أنتِ مش ناوية تعقلي بقى والّا إيه يا سماح؟ ده أنتِ عاملة زي العيال الصغيرة، في إيه؟ وبعدين أنا بقى لي ساعة عمّالة أحايل فيكِ إنِّك تقعدي، وأنتِ برضه ما فيش أي فايدة فيكِ. بُصّي أمّا أقول لِك بقى، اعملي اللي تعمليه. أيوه، ما أنت بقى أمّا تصدّق يا مختار، عشان أنت مش عايزني في البيت أصلًا، صح؟ استغفر الله العظيم، يعني بقى لي ساعة من قبل الفطار وأنا عمّالة أتحايل عليكِ، وأنتِ ما فيش أي فايدة فيكِ، وبرضه بتقولي كده؟ هو أنتِ عايزة إيه يا سماح بالضبط؟ أنا مش عايزة حاجة يا مختار، أنا هامشي أروح عند أمي، وأنت لو عايز تصالحني يبقى تيجي لي هناك في بيت أهلي، والّا أنت فاكر بقى إن أنا ما ليش أهل؟ اعملي اللي تعمليه يا سماح، أنا خلاص تعبت منِّك. اتفضلي، اتفضلي روحي مطرح ما أنتِ عايزة، أنا خلاص تعبت منِّك يا شيخة بقى. وبعدين مشيت سماح وراحت بيت أهلها وعند هبة بعد ما الخناقة كبرت، والأمن سلك ما بين كمال وأمير، وكانوا هيعملوا لهم محضر. بس ساعتها هبة قالت لكمال: أنا آسفة، آسفة بجد إن أنا حطيتك في الموقف ده يا كمال، أنا والله مش عارفة أقول لك إيه، بس معلش، أنا السبب في كل اللي حصل ده، والحمد لله إنها جت على قد كده قبل ما الأمن يعملوا لنا محضر. أنا والله يا هبة لولا إن اللي بتوع الأمن يعني اتدخلوا بينا، أنا كان زماني دلوقتي مبيته في العناية المركزة. ده بني آدم مستفز، أنا مش عارف أنتِ مخطوبة للبني آدم ده إزاي. أنا نفسي مش عارفة والله يا كمال، أنا إزاي كنت مرتبطة بواحد زي ده؟ أنا آسفة، آسفة بجد على كل اللي حصل. خلاص يا هبة، حصل خير، أنا مش عايزِك تعيطي ولا تعملي في نفسِك كده، أصلًا هو ما يستاهلش دمعة من عيونِك. أنا مش باعيط علشانه، أنا باعيط علشان الكلام اللي هو قاله في حقي، أنا ما كنتش أبدًا أتصور إن هو ممكن يقول عليّا كده. ما هو أنا باقول لِك، بني آدم مستفز، أقسم بالله. على العموم لمّا ندخل نبُص على عم إبراهيم الأول. ودخلت هبة وكمال عند إبراهيم، اللي قال لهم: إيه اللي حصل يا هبة؟ إيه المشكلة اللي حصلت دي بس يا بنتي؟ هبة بصّت لكمال، وبعدين بصّت لباباها بارتباك وقالت له: مشكلة إيه بس يا بابا اللي بتتكلم عنها؟ مين اللي قال لك إنه كان في مشكلة؟ أنا تمام أهو وما فيش أي حاجة. إزاي ما فيش مشكلة؟ الممرضة قالت لي إنه كان في واحد بيتخانق مع كمال. مين ده يا هبة؟ ما تردي عليا يا بنتي، إيه اللي حصل بالضبط؟ ده أصله يا بابا آمم، أمير كان جاي علشان يشوفك، ولمّا لقى كمال معايا برّه، راح اتخانق معاه. طب ما تقولي له اتخانقتِ معاه ليه؟ قولي له يا هبة، قولي له إن الواد ده مش محترم. يا عم إبراهيم، الواد ده مش تمام، عشان قال كلام ما يصحّش في حق هبة، هبة بنتك، كان لازم ساعتها نربيه.
ليه يا ابني؟ هو قال ايه؟ قال ايه يا هبة؟ قولي لي يا بنتي وانا اجيب لك حقك منه. ما تقلقش يا عم ابراهيم، انا خلاص قمت معاه بالواجب. اصلا ده انسان ما عندوش ريحة الدم ولا اي احساس، بني ادم مستفز بجد. انا قلبي حاسس انه كان في حاجة كبيرة حصلت. على العموم، بما اني هخرج من هنا ابقى اشوف ايه اللي حصل بالظبط. وانت يا كمال، كتر خيرك يا ابني على انك وقفت معانا لحد دلوقتي. كفاية بقى العطلة اللي انت فيها، انت من الصبح وانت هنا. ماشي يا عم ابراهيم، انا همشي، وان شاء الله لما ترجع البيت انا هاجي واطمن عليك. يلا، بالاذن انا بقى. ومشي كمان. وهبه كانت حزينه جدا، وباباها قال لها: احكي لي بقى، احكي لي ايه اللي حصل يا ست هبه، عشان ابقى عارف في ايه بالظبط واعرف اتصرف. وبعدها وفي بيت ريهام، كريم اتصل بيها وقال لها: ايه يا ريهام، ما جيتيش ليه؟ هو انا مش قايل لك تعالي خدي بقيه فلوسك ولا ايه؟ ولا انتي مش عايزه؟ مع ان اشك انك مش عايزه فلوس. الفلوس انت كده كده هتحولها لي يا كريم، وانا مش جايه. وانسى ان انا ممكن اقعد مع الراجل اللي اسمه ابو نواف ده. روح شوف لك واحده تانية تقعد معاه وتعمل له اللي هو عايزه. بقى كده يا ريهام. على العموم انت عارفه ان لو عايز اجيب 10 مش واحده غيرك هجيب. وانتي بقى خليكي على هواكي كده، في الاخر هترجعي تاني. انا عارف يا حلوه. وقفل معاها. وفي اوضه صلاح وعفاف كان بيقول لها: يا ولية انت عايزة ايه بالظبط؟ انا مش فاهم منك حاجة. انت عمالة ترغي من الصبح وتعيدي وتزيدي في حوار ملوش اي لازمة. انت عايزة ايه بالظبط؟ هو ايه الحوار اللي ملوش لازمة ده يا صلاح؟ واقول لك الولية شادية ام احمد اللي ساكنة معانا في الشارع، اللي ابنها مسافر السعودية، جت وكلمتني على ريهام بنتك وعايزة تاخدها لابنها. وانا قلت لها ان انا هقول لك يعني، ونبقى نرد عليها. ايه بقى الحوار ان انا برغي فيه ده؟ هو انت عايزة تجوزي بنتك لواحد بيسافر عشان يفضل يسافر على طول، ويفضل مرة مصر، ويجي لها مرة كل سنة، وكمان شوية ياخدها معاه، والبنت تبعد عننا؟ بقولك ايه يا منال، انا بناتي ما يبعدوش عني خالص، انا جوزهم جنبي. وايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا صلاح؟ هي مش كل واحدة برضو بيجي لها نصيبها هنا ولا هناك؟ وبعدين ماله يعني اللي بيسافر ده؟ ده هيعيش بنتك احسن عيشة. ما انت عارف اللي جوزها بيسافر بتبقى عيشته عاملة ازاي. استغفر الله العظيم. بقولك ايه يا منال، انا مش عايزك تفتحي الحوار ده معايا مرة تانية. انا اللي عندي قلته، ومش هقولك حاجة تاني. طب ارد على الولية اقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ قولي لها مش موافقين، وخلي يومك بقى يعدي. روح اعمل لي كوباية شاي يلا، ولا اقولك انا نازل اشربها على القهوة. ده انتي ولية نكد بصحيح. ونزل وسابها. ومنال قالت لنفسها: انا برضو اللي نكد يا صلاح؟ والله ما في حد نكدي غيرك انت، راجل فقري. اعوذ بالله. وفي اوضه خالد، اللي كان بيتكلم مع واحد صاحبه وقال له: انت يا ابني ما تعرفش ان احنا اللي بنعمله ده حرام؟ الله يخرب بيتك. يا ابني ده احنا في رمضان. يا عم رمضان ولا غيره. وبعدين احنا اللي بنعمله ده بعد الفطار، يعني مش قبل الفطار. وكل شيء مباح بعد الفطار يا معلم. انا سمعت شيخ بيقول كده. ده اللي هو ازاي يعني؟ يعني انت جاي تقول لي يلا روح نسهر مع بنتين، وتقول لي يجوز؟ يا عم بقى، هو انت ايه، بتتبع عنه دين ان شاء الله؟ ده انا حتى اختي قفشتني امبارح وانا بكلم البت زيزي، دي كانت هتعمل لي فضيحه. بص يا عم خالد، انا قلت لك وخلاص، وانت حر يا معلم. عايز تيجي معايا تمام، مش عايز تيجي وهتعمل لي فيها شيخ بقى وبتخاف، براحتك يابا. يلا، سلام. وقفل معاه. وفي أوضة ريهام، اللي كانت قاعدة متغاظة جدا، قربت منها مرة أختها وقالت لها: هو الواد ده كلمك تاني ولا إيه يا ريهام؟ مالك كده متعصبة كده ليه؟ حكيم أنا لما بشوفك متعصبة كده بعرف على طول إن الواد اللي اسمه كريم ده كلمك. أيوه، عايزني أروح له وأنا عارفة إن هو عايزني عشان أقعد مع الراجل الخليجي الزفت ده. أنا بقى مش رايحة. أيوه كده. اوعي تروحي. انت لازم تخافي على نفسك يا ريهام. مش كل حاجة غلط تعمليها. البنت مننا ملهاش غير سمعتها وبس. هو انت يعني شايفاني يعني مرمطة سمعتي ولا ايه؟ ما انا ما بعملش حاجة غلط يا ست مروة. انت اصلا معرفتك بالواد ده اكبر غلط والله. يوه. بقولك ايه، اطلعي بقى من دماغي. انا مش فايقالك، سيبيني لوحدي، يلا اطلعي بره. اعوذ بالله. ده انت غدارة، ما بتحبيش تسمعي النصيحة ابدا. يا ساتر منك. وسابتها وخرجت من الأوضة. وعند أمير، اللي قالت أمه: يا ميت بختي فيك يا أمير. بقى أنت يا واد مش عارف تعمل لها فضيحة بنت بياع الفول؟ هي دي بقى البت اللي عامله لنا فيها شريفة؟
وآخرة المتمة الواد اللي معاه في المستشفى كمان يتخانق معاك؟ ده انت كنت رحت زفتها عند بيتهم وعرفت أمها كل اللي بيحصل ده. ما خلاص بقى يا ماما بقى الله، ما أنا قلتلك إن أنا اتخانقت معاه وهزقتها هناك قدام الناس وخلصنا بقى، مع إني ما كنتش عايز إن كل ده يحصل. بس أقول إيه بقى؟ لا يا حبيبي، انت كان المفروض تعمل أكتر من كده، بس انت بقى اللي قلبك حنين وما بتحبش تعمل فضايح. بس أنا بقى مش هسكت لهم وهجيب لك حقك يا عين أمك. ده انت حتى كتر خيرك إنك رحت عشان تزور الراجل والست هانم قاعدة عمالة بتحبلي في المستشفى وأبوها مرمي عيان جوه. يو بقى يا ماما، يعني أنا دلوقتي غلطان يعني إن أنا جيت حكيت لك حاجة عن اللي حصل؟ هو أنت هتخليني أندم ولا إيه؟ تندم؟ أنت حكيت لي عن أمك عشان أنت مقهور من اللي حصل. ما الطيب كده مش بيحب يأذي حد. بس أنا بقى لازم أرجع لك كل الهدايا اللي أنت جبتها للست هانم وأنت ساعة ما كنت خاطبها. والله لو أوريهم. وبيت كمال اللي رجع البيت وحازم أول ما شافه قال له: إيه ده؟ فيها كمال؟ مالك متبهدل كده ليه؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ مفيش حاجة يا حازم، أنا داخل أغير هدومي. هي أمك فين، نايمة ولا إيه؟ أمك دخلت تريح شوية، وكويس إنها ما شافتكش كده، كان زمانها فتحت معاك تحقيق. إيه؟ قولي بقى، إيه اللي حصل؟ ولا حاجة، أحكي لك. وكمان حكى لحازم كل اللي حصل. ساعتها حازم قلب عصبية. ابن هو ازاي يتكلم معاك بالطريقة دي؟ وانت ما اتصلتش بيا ليه يا كمال؟ انا كنت جيت وروقت لك الواد الناقص ده. هو فاكر نفسه ايه؟ وبعدين بنت عم ابراهيم دي محترمة وطول عمرها في حالها، ازاي يعني يقول عليها كلام زي ده؟ اللي حصل بقى يا حازم، المهم ان عملت اللي عليا، ولولا ان بتوع الامن حشوا عني ده انا كنت زمانه مبيته في الرعاية. يا ريتني كنت معاك يا اخي، وانا كنت عارف سففت التراب. المهم حصل خير، والبنت كويسة وابوها. ايوه، بس انا مش صعبان عليا غير ان ازاي البنت الرقيقة زي هبة دي كانت هترتبط بواد واطي وحيوان زي ده. امال لو كانت اتجوزها بقى كان عمل فيها ايه؟ اسمع بقى، انت كده الطريق بقى فضيلك، واظن مفيش احسن من الوقت ده انك تصرحها فيه بحبك. انت بتقول ايه يا حازم؟ انا مش واطي كده عشان استغل البنت بالطريقه دي. انا مش هينفع ابدا افاتحها في اي حاجه دلوقتي. خلاص براحتك يا معلم. انا مش عارف احنا الاتنين حظنا عامل كده ليه. انت بتحب واحده مرتبطه بواحد واطي وناقص، وانا بحب واحده كل همها انها تلبس وتتسيك وتظهر قدام الناس انها بنت بار مديله. والله العظيم ضحكتني. ما هو برضه بنت عمك صلاح بار مديله. والنبي يا عم كمال تقعد ساكت، أنا مش ناقصك، أنا بتكلم معاك من غلبي. يلا، ربنا يهدي بقى. وبعدها عند عم إبراهيم اللي الدكتور صرح له إنه يخرج، ورجع البيت هو وهبة ومراته اللي لما شافتهم قالت: الحمد لله على سلامتك يا إبراهيم. بقى كده يا هبة ما كنتش عايزة تعرفيني مكان المستشفى عشان أجي أبقى جنب أبوكي؟ يا ماما كنت عايزة تيجي فين بس؟ وأنا عارفة إنك تعبانة ومش هتقدري تباتي هناك. أيوة يا عفاف، كويس إنك ما جيتيش، انتي كنت هتتبهدلي. المهم، عملتي الفول للناس عشان السحور؟ أنا مجهزة كل حاجة يا أخويا، المهم بس أنت بقيت كويس؟ أنا كنت قلقانة عليك قوي. أنا الحمد لله كويس يا عفاف، أنا بس عايزة أرتاح شوية في أوضتي. أنا عارف إنك تعبانة في الشغل، معلش. أنا بكرة هبقى كويس وأنزل بدالك. يلا، تصبحوا على خير. ودخل أوضته. وعفاف قالت لهبة: مالك يا هبة؟ في إيه؟ هو الدكتور قالك حاجة على أبوكي ولا إيه؟ مال شكلك عامل كده ليه يا بنتي؟ وفي الوقت ده هبة انهارت في العياط وقالت: ولحد هنا انتهت الحلقة دي، استنونا الحلقة اللي جاية. أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك على الفيديو. باي باي.